ازيكم؟ كان في أسرة سعيدة كده بين أب وأم وتلات بيبيهات صغيرين. هجم عليهم الشرطة في يوم من الأيام وفضلوا يهربوا منهم لحد ما يعين الأب ضحى بنفسه عشان أسرته تعيش. ولكن الأم بعدها في وسط حزنها وزعلها لقيت شمعة كده منورة غريبة. وفجأة الشمعة دي فضلت تنور كل حاجة حواليهم، وتحول الغابة الضلمة دي إلى قرية كبيرة بأسوار جبال وبيت كبير جدا زي بيت سحري كده ليهم، وكأن البيت بيرحب بيهم كده بطريقته. وكل ده بفضل الشمعة المنورة السحرية دي، واللي هتفضل طول العمر منورة معاهم. وكل ما حد من أولادها بيكبر الشمعة بتوهبه أو بتديله هبة سحرية كده، قدرة سحرية زي قدرة كده خارقة يعيش بيها الشخص ده طول عمره. بدأت الأم بقى تربي أولادها وتكبر الأسرة الصغيرة دي ويبقى عندها قرية كبيرة بأهلها، بقت عيلة كبيرة جدا. والأم بقت جدة لكل أحفادها، واللي منهم البنوتة الصغننة دي اللي اسمها ميرابل. دي النهاردة أهم حدث في حياتها، وهو موعد سحر الشمعة اللي عالم هتهبها بقدرة إيه بالظبط. وبعد سنين ميرابل كبرت وبقت شابة، ولكن للأسف الشمعة وقتها ما ادتهاش أي قدرة أو أي هبة سحرية. فأصبحت ميرابل الوحيدة اللي في العيلة كلها اللي ما عندهاش أي قدرة خارقة. النهاردة بقى الدور على أنطونيو أخوها محب الحيوانات الصغنن ده اللي قلقان يا عيني لا يحصل له زي ما حصل لأخته. ولكن ميرابل طيوبة جدا بتديله دبدوب كده فهد، وبتطمن أخوها أنطونيو وتشيل منه أي خوف وقلق. ونيجي بقى بالليل القرية كلها مستنية تحتفل بأهم حدث بيحصل، عايزين يشوفوا إيه الهبة الجديدة. والبيت السحري طبعا بيقوم بكل واجبات الضيافة كده كالعادة يعني بتاعته. تبدأ مراسم الشمعة السحرية وأنطونيو بيتقدم ناحية الباب السحري، ولكن ما يقدرش يروح إلا مع أخته الكبيرة ميرابل الحنونة اللي مسك إيديها وفضل ماشي معاها خطوة بخطوة وكأنه بيتعامى فيها. وتفتكر ميربل زمان اللحظة دي لما كانت قده وقد إيه كانت مبسوطة ومتوترة، ولكن وقتها الباب يا عيني قدامها اتبخر وكأنه رفض دخولها أساسا. ولكن خلينا بقى في دلوقتي وأنطونيو اللي بيتقدم وبيمسك مقبض الباب، والحمد لله الباب بينور وزيادة جدا أمام الجميع. ايه بقى قدرة أنطونيو الخارقة؟ يعني زي ما توقعت كده هي حب الحيوانات له، وإن هو يقدر يفهمهم ويسمعهم ويتكلم معاهم كمان. وتتجمع عليه الحيوانات، وبكده الحمد لله أنطونيو كسر قاعدة ميرابل اللي خافت جدا إنها تكون نهاية الهبات السحرية من الشمعة. وخلص أوضة أنطونيو اللي كانت صغيرة على قدها بقت غابة كاملة من الحيوانات سواء الأليفة أو حتى المفترسة. الجميع احتفل ورقص وغنى الجميع، لكن ما عدا شخص واحد بس هو اللي كان زعلان مع نفسه وفضل إن هو يبعد عنهم شوية. ولكن وقتها حصلت حاجة غريبة جدا، البيت السحري ده ولأول مرة بدأ يتشرخ ويتكسر ويجرح كمان ميرابيل، ويتشرخ أكتر وأكتر، والجدران والأسقف وكل حاجة. ويمر على أبواب العيلة السحرية كلها ويشرخهم واحد ورا التاني، والشمعة يا عيني بتنطفي. وتجري ميرابيل تحذر الجدة والجميع اللي ما يلاقوش أي حاجة، وإن كل ده كان وهم في خيال ميرابيل والبيت سليم. شكل ميرابيل بقت تخرف كده من الزعل والصدمة اللي حصلت لها، وتجري على أوضتها وتتسحب بالليل كده ناحية الشمعة التاني. ولكن تلاقي جدتها بتدعي وبتفتكر الجد وإن فعلا البيت والتعويذة بدأوا ينهاروا أصلا، والهبات بدأت تضعف فعلا. والجدة الوحيدة اللي عارفة الموضوع ده وعائلة مادريجال شكلها كده قربت تنتهي جدا. ولكن ميرابيل لازم تنقذ الشمعة والمعجزة تكمل عشان العيلة مادريجال تكمل، ولازم تفهم ايه سر الشروخات اللي شافتها وسر انهيار البيت ده. وتبدأ تروح للوسيا قريبتها صاحبة القوة الخارقة واللي بتحقق معاها كده، وفعلا تقول لها وقت الانكسارات اللي شفتيها دي انا حسيت ان قوتي انهارت وبقت ضعيفة. وتدلها على طرف الخيط وهو بيت الخيال برونو اللي شاف رؤية زمان غريبة جدا ومن بعدها اختفى تماما. طبعا ميرابيل تتجرأ وتدخل غرفة الخال برونو، الغرفة المهجورة من سنين واللي محدش دخلها تماما واللي بتطل على جبل طويل جدا. تفضل ميرابيل تطلع في سلالم 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 لحد ما توصل أخيرا للكهف المهجور بتاعه، وتلاقي قطع منورة كده تحت الرمال، وتفضل تطلعهم قطعة ورا التانية وتركبهم زي البازل كده. وهنا كانت الصدمة، طلعت صورة ميرابيل نفسها في الأحجار
الأحجار، وكأن حد اتعمد يكسر الهبة بتاعتها أو المعجزة بتاعتها يعني. لكن مفيش وقت، الكهف بينهار بسرعة جدا. ميرابيل بتجمع كل الأحجار المتكسرة وتخرج من الكهف على آخر لحظة، تخرج من أوضة الخال برونو كمان عشان تلاقي أول صدمة، أو يعني تاني صدمة بعد صورتها اللي لقيتها في الكهف، وهي إن قوة لوسيا انهارت تماما فعلا وبقت بشرية عادي جدا ما عندهاش أي قوة خارقة. وتحذرها الجدة والخالة وجميع العائلة إن محظور الكلام عن برونو، لأنه شخص كان شرير أصلا ومزعج جدا لكل الناس، والجميع كان بيكرهه جدا جدا جدا. عشان كده مش عايزين يجيبوا سيرته ولا عايزين يفتكروه أصلا. ولكن أبو ميرابيل عرف السر الأحجار، والخالة عرفت كمان، وخلاص العيلة كلها عرفت، وبدأوا يعملوا مصايب كده وكوارث ومرتبكين جدا، والبيت بيتكسر طبعا. ما فضلش غير الجدة اللي مش فاهمة حاجة في ايه بيحصل تقريبا كده. خلاص عرفت الجدة، والبيت مازال بيتشرخ وبيتكسر امام الجميع. ولكن ميرابيل بتلاحظ الفئران وهي بتسرق الاحجار المتكسرة دي المنورة لمكان مهجور كده جوه جدار البيت، وفجأة بتلاقي الخال برونو اللي يهرب منها بسرعة جدا، ولكن ميرابيل بتجري وراه وفعلا بتلحقه. وهنا بتبدأ بقى تحقق معاه وتسأله عن رؤيته وعن اختفائه وعن انهيار البيت وليه كسر حلمها والتعويذة بتاعتها او سحرها يعني. ويحكي لها الخال برونو انه قدرته هي رؤية المستقبل، وزمان قبل ما ميرابيل تحصل قدرتها طلبت جدا من برونو يعرف الرؤية، وللأسف شاف ان السحر بينهار والبيت بيتدمر، وشاف في وسط كل ده صورة ميرابيل. عشان كده كسر سحرها وساب البيت عشان كان خايف حاجة من الاتنين، يا اما ميرابيل هي اللي هتنهار البيت او هتدمر البيت، يا اما ميرابيل هي اللي هتنقذ البيت. وفي كلا الحالتين في الأسرة والبيت في رقبة ميرابيل اللي بتطلب منه لآخر مرة إنه يرجع يشوف رؤية المستقبل تاني عشان نعرف نقعد مع بعض كده ونحل اللغز ونشوف إيه اللي هيحصل بعد كده، أو حتى يقول لها تعمل إيه. وطبعا عشان يعمل كده لازم له كهف جديد بدل المهجور أو اللي اتكسر عليه على ميرابيل بدل الانهار ده. وده اللي هيحصل في غابة أنطونيو اللي سمع كل حاجة من طاطا السلام عليكم. وفعلا يبدأ الخال روبرتو يحضر نفسه ويحضر التعويذة والتقاليد والرسوم بتاعتها كده، وبيمسك ايد ميرابيل، وفعلا بينتقلوا للمستقبل ويشوف نفس الرؤية القديمة بالظبط. ولكن بتقول له ميرابيل خلينا نتعمق زيادة ويبحثوا أكتر ويلاقوا إن فعلا ميرابيل هي اللي هتنقذ السحر، ولكن بشرط واحد إنها تحضن إيزابيلا أختها اللي أصلا مش طايقين بعض طول عمرهم. وميرابيل اللي بدل ما تصالح اختها زعقت لها وشتمتها واهانوا بعض كمان واتخانقوا خناقه جامده جدا، يعني بدل ما تكحلها عماها كده. والوقت للاسف بيمر والدنيا بتخرب، حتى قوه اختها اليزابيل انهارت هي كمان، وتنفعل الجده في وش ميرابيل اللي كمان بترد عليها وان كل الانهيار والخراب ده كان بسبب الجده الانانيه. وقت الغضب البيت انهار اكتر فاكتر واكتر، والشمعه السحريه دي وقعت واتكسرت، وكل الرؤية المستقبلية اللي شافتها ميرابيل مع الخال برونو بتتحقق فعلا أمام عيون الجميع. ولكن ميرابيل مش بتيأس رغم ان الجميع هرب من البيت، هي ما زالت بتلاحق الشمعة وتحميها ويحميها البيت. ولكن بعد فوات الأوان الشمعة للأسف انطفت تماما، وكده خلاص المعجزة اتكسرت وكل قدراتهم راحت، لأنها كانت مبنية على الحب والمودة والدفء الأسري. ولكن كل ده اتقلب إلى كراهية بين الإخوات والإخوان، وأنانية من الجدة اللي جريت ورا ميرابيل واعترفت إنها فعلا غلطانة وإنها أنانية وإنها كسرت تعويذة ميرابيل عن قصد عشان خافت من رؤية روبرتو. ولكن ميرابيل بتشوف نفس الفراشة اللي شافتها في رؤية روبرتو من شوية، وتعرف إن البنوتة اللي المفروض تحضنها مش أختها إليزابيلا، لأ المفروض تحضن الجدة نفسها، واللي فعلا بتحضنها بكل حب لأن الجدة كان كل هدفها هو الحفاظ على الأسرة والبيت مهما كلفها الأمر. وبتعرفهم ميرابيل إن قوتنا في نفوسنا وقلوبنا ومشاركتنا مع بعض، مش في القدرات السحرية اللي وهبتها لنا الشمعة. وفعلا أهل القرية بيساعدوا عيلة مادريجال في إعادة بناء البيت العادي مش السحري خلاص بقى، وإيد مع إيد ويوم ورا يوم يقدروا أهل القرية وعيلة مادريجال إنهم يرجعوا البيت زي ما كان بالظبط. والأهم من كده إن الجميع يرجع يحب بعض من تاني وما يكونش في أي كراهية، ويصنعوا لميرابيل مقبض ذهبي كده للباب عشان تكون هي أول واحدة تفتح الباب الجديد ده.
واللي من مجرد ما بتركبها بتحصل المفاجأة الصادمة. تعويذة المعجزات رجعت لهم من تاني أخيرا، لأن أهم شرط للتعويذة دي اتحقق، وهو الحب بين الجميع، وإن القرية ترجع تنور من تاني، والبيت السحري بيرحب بيهم زي زمان. وطبعا يعني الجميع يرجع لقدراته السحرية الخارقة، والجميع بقى بيساعد بعض بالقدرات، مبقاش فيه أنانية تاني زي زمان خلاص. وكده عرفنا إن قدرة ميرابيل هي إنقاذ السحر والشمعة والأسرة والبيت، وده أجمل وأحسن قدرة سحرية اتوهبت لميرابيل. أشوفكم بقى في فيلم جديد إن شاء الله. أخوكم مؤمن، مع السلامة.